مر العك الكروي اللي بيقدمه باكات واجنحه الاهلي في العرضيات بتاعتنا. نبص الكره مع كريم فؤاد وموديست فين، موديست اتحرك من ظهر المدافع اللي قدامه، العبها يا بني ادم عدل. الكره في الاخر اتشلتت خالص، اللي وصلت لرضا سليم. اكتر من كره بالمنظر ده. هنا المثلث اللي تاني عرضية غريبة جدا يا جماعة، مستوى العرضيات بتاعنا مؤسف. نبص الكرة هنا وصلت لكريم فؤاد، موديست بيجري لك فين وانت بتلعب فين؟ دي تالت مرة يا جماعة الخير احنا بنشلت الكورة، يعني انت بتلعب لمين اصلا؟ انا جايب لعيب بيلعب بدماغه وانت بتشوط الكورة الناحية التانية، طب نكتفي بكده؟ لا، ما نكتفيش بهذا القدر، هنشوف اللي هيحصل تاني بعدها. وتاني بعد ما الكرة وصلت لمعلول، نشوف معلول بقى عمل ايه، برضو الحاد في العرضيات. معلول شايف اتنين لعيبة وفي الاخر لما شاطها طلعها خالص بعيدة، تقريبا طالعة ناحية رايت الكورنر تقريبا. طب ازاي يا جماعة الخير؟ وهنستكمل طبعا مسرحية كوميدية وهي العرضيات بتاعتنا. الكرة دلوقتي واصلة مع كريم فؤاد. طيب نبص يا جماعة الخير على اللي بيتحرك، مودست. مودست ده اللي عليه الدايرة، مودست فاضي لوحده لوحده. العب بقى يا عم كريم، لا احنا مش هنلعب ليه، مع رخامة. طيب كريم يعمل ايه؟ قال لك طب بسيط، هلعبها لأكرم. نبص بقى اللي بيحصل، الكرة يا عم أكرم وصلتك، العب يا عم بالعرض من أول مرة. مودست بيبيض ورافع ايده ولوحده وفاضي. نبص بقى اكرم قرر ان هو فعلا يلعب عرضيه، لعبها فين بقى؟ في ايد ابو جبل يا جماعه الخير دي. وده نموذج خامس للعرضيات اللي احنا بنلعبها. الكورة جاية من كورنر، نبص لما حبينا نلعب الكورة بالعرض لعبناها كورة بالونة سهلة في ايد حارس المرمى. والبنك بيعتمد على طول كور طويلة من أبو جبل، بتوصل اللعيب بيعدي بيعدي مفيش مشكلة. نبص بقى هنا تدخل عمر كمال 1000% مظبوط. ونشوف، ومن هنا بقى نشوف هل عمر كمال بس اللي لعب وحش دفاعيا ولا لا. الكرة بتيجي للعيب من البنك، تمام، لعيب واحد قدامه معلول ووراه رضا سليم. نبص اللعيب ده يا جماعة الخير بيعدي من علي معلول ازاي بسهولة. ورضا سليم طبعا واقف متوقع ان معلول هيقطع الكورة، طب ما تضغط معاه يا عم رضا. طبعا اترقص معلول عادي جدا وراحت بهجمه خطره، وكان ممكن ان هي تخش فينا جون عادي. فبالتالي عمر كمال مش الوحيد اللي لعب دفاعيا وحش. وهنا بنشوف فكره من افكار كولر في التخلص من الضغط العالي. هو هنا قال لك هنلعب كرة عالية، الكرة طبعا حظنا ان هي اتردت. نشوف بقى هنا ده فايدة استخدام رامي ربيعة مع كولر، مش كور طويلة بس، هو بيقول لك هو كورته معقولة. هيبتدي نشوف هنا رامي ربيعة وان تو قدر يتخلص من الضغط العالي اللي رايح بيه البنك. حلو قوي. هنا العب لمودست، لا ازاي احنا نلعب لرضا اللي في موقف اصعب بكتير من مودست، بس دي طريقة نقدر نتخلص بيها من الضغط. وادي عرضية ملهاش معنى تاني، بنلعب لمين؟ لا الكرة مظبوطة ولا احنا عارفين بتاعت ايه. شوف عرضية كمان، بص مودست فين ورضا بيلعب ايه. مودست رايح فاضي لوحده، العب عدل يا رضا، رضا لعبها غلط برضو كالعادة. اللقطة دي توضح ان مودست مظلوم في بعض الاحيان معانا. مودست واخد واحد من المدافعين بتوع البنك، حلو اوي. نبص اشارة ايد مودست رايحة فين، هو بيقول لرضا انا حاجز اللعيب العب في المكان الفاضي. استكمالا للمستوى الكحيان للأجنحة والباكات عندنا في رفع العرضيات، نبص كريم عمل ايه بقى. الكورة وصلت لكريم، مودست بيرفع ايده بيرفع ايده، يا عم العب العب يا حاج، هيوطي يبوس ايده. طبعا كريم ولا كأنه من هنا عاش دور ميسي. نبص بقى رفع الكورة ازاي، وصلت فين بقى الكورة، طلعت كورنر، طلعت اوت.